يا سامعين الصوت، صلوا على النبي في سركم. الليلة دي حكايتنا في أنت من أحببت قلبت موازين ودخلت في مناطق وعرة، والحلقة التامنة بدأت بزلزال هز المحكمة هزة ما بعدها هزة. الحكاية بدأت والكل حاطط إيده على قلبه مستني كلمة أنت طالق، لكن أركان رمى القنبلة ورفض يطلق دجلة. القاعة كلها اتكعربت. دجلة عينيها كانت هتطلع من مكانها مش مصدقة، وأبوها وأمها كانوا هيطقوا من جنبهم. الست إنجي حاولت تلم الدور وتأكد للقاضي إن ابنها هيرجع في كلامه وهيطلقه، بس أركان ركب دماغه وأصر إنه مش هيسيبها. في المعمعة دي ظهر جيفان وهو على آخره وخايف لدرجة خلت نيلوفر تستغرب إيه اللي جاب القلق ده لجيفان بسبب دجلة. أول ما خرجوا من القاعة إنجي ما كذبتش خبر وهجمت على دجلة وحلفت إنها هي اللي لفت على ابنها وغيرت رأيه، بس أركان وقف لها وقفة رجالة ومنعها وقال للكل أنا اللي عاوز كده وأنا اللي هشيل الشيلة لوحدي. أسعد استهزأ بيه وقال له وريني شطارتك بقى وحل أزمة الشركة، دمك ضيعتي فرصة الصلح مع حمدي بعد ما هربت بنته بورتيتشين. أركان بصله بكل ثقة وأكد إنه هيحلها وسحب دجلة معاه ومشي، ورفض حتى يكمل كلام مع بورتيتشين اللي كانت مستنياه في البيت وعاملة حفله بمناسبة طلاقهم وعزموا الكل عليها في الطريق. دجلة كانت بتغلي مش قادرة تبلع اللي عمله أركان، هي عاوزه تطلق وتروح الجمعية تبدأ حياتها وهو متبت فيها عشان يحميها من إخواتها. أما نيلوفر فخرجت من المحكمة شيطة ومسكت جيفان غسيل ومكوي. إيه اللي قلب حالك كده جوه؟ إيه علاقتك بدجلة؟ جيفان قعد يلف ويدور ويدعي إنه بس كان متعاطف معاها، ونيلوفر رغم شكها كانت هي كمان خايفة على دجلة من غدر إخواتها. دجلة لما لقت إن الكلام مع أركان ملوش نتيجة قررت تاخد حقها بإيدها. أول ما العربية هديت فتحت الباب ونزلت بجري. أركان نزل وراها زي المجنون يحاول يلحقها. وفي القصر بورتيتشين كانت قاعدة بترتب لفرحها وخيالها سارح لحد ما دخلت عيلة أركان ورموا الخبر الأسود. أركان رفض يطلق. بورتيتشين اتجننت، دخلت أوضتها وكسرت كل اللي حواليها، ولما كلمت أركان وسألته بصريخ بتحبها؟ رد عليها ببرود قتلها مش بحبها بس مش هكمل معاكي. بورتيتشين كانت هتجرح نفسها من القهرة، بس فجأة عينها لمعت بالشر وقررت مش أنا اللي هتأذي، أركان هو اللي هيدفع الثمن. الست إنجي حاولت تعتذر بس فتوش أم بورتيتشين سحبت بنتها وقالت لهم محدش فيكم يقرب من بنتي تاني، وحمدي طردهم كلهم وأكد إن شركته ما بقاش ليها علاقة بيهم، وأسعد كان هيموت من الرعب على ضياع شقة عمره. نرجع لدجلة اللي كانت بتجري في الشوارع تايهة لحد ما رجليها وجعتها من الجزمة اللي لابساها. عملت إيه الغلبانة؟ قلعت جزمتها ولبست جزمة لقتها في الزبالة عشان تقدر تكمل مشي. أركان لما شاف المنظر ده من بعيد قلبه اتعصر واتجنن وفضل يراقبها من غير ما تحس. ولما جت تدخل المحطة وما كانش معاها تمن التذكرة أركان ما حبش يظهر قدامها، فطلب من طفل صغير يديها الكارت عشان تعدي وحلفه ما يقولش إنه هو اللي بعته. دجلة أول ما الكارت بقى في إيدها بصت للسما وفرحت واعتبرت الطفل ده هو المنقذ اللي ربنا بعته لها في عز ضيقتها. وفي ناحية تانية كانت فاطمة وقدير قاعدين مع الست فريدة. فاطمة فتحت قلبها وحكت عن المرار اللي شافته وإزاي هربت من جوزها اللي إيده سابقة كلامه، والأدهى إنها كشفت ليهم إنها حامل وخايفة جوزها يوصلها في اسطنبول لأن الكل عارف قصة حبها القديمة لقدير. قدير كان قاعد وحاسس إن الدنيا بتضيق بيه، ملامحه كانت حزينة وما كانش طايق وجودها ولا مرحب باللي بيحصل، وهي لاحظت ده وكسر خاطرها جدا. نرجع لأركان المنقذ المتخفي. اشترى لدجلة سميط وزي المرة اللي فاتت خلى الطفل يوصله لها. دجلة كانت في قمة سعادتها بالأكل وأركان قاعد وراها بيراقبها وميت من الضحك لما لقاها بتخمن مين الشخص المنقذ اللي عمال يبعت لها مساعدات. أول ما شافت البحر عينيها لمعت بالبراءة وانبهرت بجماله وبدأت ترمي الأكل للطيور، ولما شافت ولدين غلابة جعانين ودتهم أكلها وفرحت جدا بمساعدتهم وافتكرت أختها في اللحظة دي. وفجأة سمعت أغنية كانت بتغنيها مع أختها زمان فدموعها نزلت وهي بتفتكر ذكريات الطفولة الحلوة. في اللحظة دي أركان قرر ينهي اللعبة وقرب منها وقعد جنبها. دجلة اتفزعت ولما أكد لها إنه هو اللي كان ورا كل المساعدات بدأت تستهزئ بيه وتقول له
يعني أنت بقى المنقذ اللي بعت الأكل والكارت؟ هو ضحك وأكد لها إنه فعلا هو. بس فجأة عينيه جت على رجليها، شاف الجرح اللي سببته جزمة الزبالة، وكان هيتجنن من اللي عملته في نفسها. قعد يداوي جرحها بحنية تاني، وطلب منها ما تكررش ده تاني، وعشان يرضيها وافق يوديها الجمعية بنفسه. بعد ما رفضت ترجع القصر، حط راسه على كتفها بضحكة وقال لها تعبت من كتر ما مشيت وراكي. دجلة ضحكت من قلبها وكانت طايرة من الفرح بقربه. أما في القصر فكان فيه قنبلة تانية بتنفجر. طاهر دخل على أبوه أسعد الأوضة ومعاه ظرف فيه نتيجة تحليل النسب. إنجي حاولت تمنعه، بس هو كان مصر يثبت الحقيقة. فتح الظرف قدام أسعد، والصدمة كانت إن النتيجة طلعت إيجابية. أسعد هو فعلا أبو طاهر. أسعد اتجنن من تصرف ابنه ورمى التحليل في وشه ومشي. طاهر قعد مع أمه وهو حزين جدا وقال لها أنا حزين إن الراجل ده طلع أبويا، أنا مش بحبه. إنجي زعلت عشانه وخدته في حضنها تطيب خاطره. وصلت دجلة مع أركان للجمعية، ورغم إنه كان متضايق من قرارها بس سابها تدخل. وأول ما دخلت شافت فاطمة اللي عرفتها فورا وقالت لها أنت دجلة مرات أركان، أخبارك مالية الدنيا. فاطمة عرفتها بنفسها وقالت لها إنها حبيبة قدير. وهنا دجلة وقفت مصدومة ومبلمة. إيه؟ قدير عنده حبيبة؟ أسعد كان قاعد مع عيلته، الديون محوطاه من كل ناحية وبيحاول يقلب رزقه في أي قرش. نيلوفار اقترحت تتصل بصاحبتها بوكيت تطلب منها مساعدة مالية، وأبوها وافق وطلب من طاهر يفضل جنبه. بس لما أسعد طلب منه يقفل الشباك عشان البرد، طاهر شريط ذكرياته رجع ليوم أسود. افتكر لما أسعد عذبه وسابه لوحده في عز التلج، ومشي وسابه بيترعش. طاهر قرب من أبوه وقال له بوجع البرد اللي انت حاسس بيه دلوقتي هو اللي كنت أنا حاسس بيه يوم ما رمتني ومسيت. آدي أركان دوقك من نافل الكاس اللي سقتني إياها. طبعا أسعد كلام ابنه نزل عليه زي السكاكين واتضايق جدا. في الجمعية الست فريدة قعدت مع البنات وبدأت تعلمهم فنون الدفاع عن النفس وإزاي يطلبوا المساعدة لو تعرضوا لخطر. البنات بدأوا يقلدوها، وفريدة كانت بتبص لهم بحزن، والوجع قديم رجع ينده عليها وافتكرت التعذيب اللي شافته زمان. أما الست إنجي فقررت تخلص الحكاية من جدرها. اتصلت بالمساعد بتاعها وطلبت منه يصفي فرمان جوه السجن عشان تخلص من تهديده للأبد. طاهر سمع المكالمة وقرر يمنع الكارثة دي، مش حبا في فرمان بس عشان ما يبقاش في رقبته دم. واتصل بالمساعد بتاعه عشان يأمن فرمان جوه. نيلوفار شافته وهو بيتصرف بغرابة بس ما لحقتش تفهم، ولما شافت جيفان جابلها وردة عشان تهدى. فرحت بيها وقررت تروح لبوكيت. دجلة كانت بتستعد للنوم ولقت هدوم بسيطة شبه لبسها القديم، فقررت تلبسها واختارت فستان أحمر بيفكرها بأمها الغالية. وفي الوقت ده إنجي كانت بتضغط على فريدة في التليفون احبسي دجلة عندك وما تخليهاش تخرج أبدا، ولو أركان جه اطمن لي دجلة. وفي عز المعمعة دي كان أسعد قاعد في مكتبه والهم ركبه، قدامه كشوفات الموظفين والتزامات الشركة اللي خلاص بتلفظ أنفاسها الأخيرة، والديون محوطاه من كل ناحية ومش عارف هيجيب معاشات الناس دي منين. في اللحظة دي دخلت عليه إنجي وفي إيدها طوق النجاة. كانت شايلة ورق بيع أراضي عيلة باباها الغالية عليها وعرضتها عليه بكل كرم عشان ينقذوا الشركة من الإفلاس. أسعد في الأول رفض بجدية وقالها إنه مش هيقبل تضحي بورثها وتبيع أرض عيلتها، بس إنجي أصرت ووقفت وقفة ستات أصيلة وقالت له أنا دلوقتي مراتك ومش هسمح لشركتنا وشقة عمرنا يضيع قدام عينينا. أسعد بصلها بصه مختلفة تماما عن كل مرة، وحس فعلا بقيمتها وإنها السند اللي ظهر وقت الضيق، وشكرها من قلبه على الموقف اللي عملته. في الوقت ده كانت نيلوفر مع جيفان. الجو كان هادي وهي بتاكل معاه أكل شوارع ببساطة ما كانتش عارفاها قبل كده. سألته عن إخواته وجيفان سكت لحظة بحزن، وقبل ما يحكي قال لها إن عنده أختين وعايشين، وبدأ يوصف شوقه ليهم وإزاي يتمنى ياخدهم في حضنه. نيلوفر استغلت اللحظة وحكت له عن طفولتها اللي كانت كلها تكسير مقاديف من إخواتها، وبعدين رجعت بيتها وجيفان عينه عليها وهو شايل همها. بالليل أركان راح لوالده وقال له إنه هيحل أزمة الشركة وهيجيب مستثمرين، بس أسعد كالعادة استهزأ بيه ورفض مساعدته. أركان سابه وخرج وهو مخنوق،
وراح لأدير اللي حاله يصعب على الكافر، مش قادر ينسى فاطمة ولا قادر يتقبل رجوعها وهي متجوزة وحامل. وأركان زعل جدا على وضع صاحبه. أما دجلة فكانت نايمة وسط وحاضنة صورة أركان في سرها ونايمة، وأركان في بيته مش قادر يشيلها من خياله. وفجأة جات له مكالمة من بورتشين اللي كانت بتغلي ومصممة تقابله عشان تصفية حسابات. الصبح جيفان فاجئ نيلوفر بهدية بسيطة، جميزة كانت بتلعبها زمان. نيلوفر طارت من الفرحة ولعبت معاه بحماس. وفجأة جالها اتصال من بوكيت بيبشرها إن والدها وافق يدي عيلتهم الفلوس. أركان اللي راح الجمعية لدجلة وانصدم لما شافها لابسة لبسها القديم، الفستان الأحمر بتاع مامتها، ورافضة تلبس الهدوم الغالية اللي اشتراها لها. استسلم لقرارها وأخدها يفسحها وراحوا المكتبة. دجلة كانت مبهورة بالكتب ونفسها تتعلم القراءة. أركان جاب لها مجلة أطفال كانت نفسها فيها وأخدها عشان يتغدوا في جو ملاهي الهدوء قبل العاصفة. أول ما أركان ودجلة دخلوا المطعم الدنيا قامت وما قعدتش. البنات اللي قاعدين هناك عيونهم كانت هتطلع من مكانهم وبصتهم كانت بتقول: يا أرض تهدي، ما عليكي أدي، إيه اللي جاب الشامي للمغربي؟ ما كانوش مستوعبين إزاي برنس زي أركان قاعد مع بنوتة بسيطة زي دجلة. والموضوع ما وقفش عند النظرات، دول طلعوا الموبايلات وبدأوا يصوروا ويتنمروا. عيني عينك. أركان دمه غلي وكان هيفجر المطعم، بس دجلة عملت فيها جبل ومثلت إنها مش شايفة ولا سمعة عشان الليلة تعدي على خير. وفي عز النكد ده جات مكالمة من أخته نيلوفر زفت له خبر إن أزمة الشركة بدأت تفك بفضل بوكيت. وأركان حس إن ربنا نصره ونطير لنيلوفر وجيفان اللي كانوا في مطعم سوشي. جيفان كان قاعد بيبص للأكل الني ده وكأنه بيبص الفضائيين، ما كانش عارف يبلع لقمة واحدة. ونيلوفر ميتة من الضحك عليه وبتقول له: جمد قلبك يا جيفان، ده سمك مش بعبع. وفجأة دخل عليهم عزيمة وركوب بيومانو لذيذ وبدأوا يرموا كلام زي السم على نيلوفر عشان قاعدة مع السواق بتاعها. نيلوفر ما استحملتش البواخة دي وقامت مشيت وهي شيطة. وفي خمارة بعيدة كانت بورتشين قاعدة مع طاهر. طاهر ما كانش فاهم قويق دي عاوزة منه إيه، بس هي جابت من الآخر وقالت له: إحنا في الهوا سوا، أنت بتكره أركان وأنا عاوزة أحرق قلبه، إيه رأيك نحط إيدنا في إيد بعض ونخلص على أركان ودجلة مع بعض؟ طاهر قعد يقلبها في دماغه وشيطانهم بدأ يخطط للمصيبة الجاية. وعلى سيرة الفلوس، المستثمر الأجنبي وافق يضخ ميزانية في الشركة، والست إنجي كانت بتزغرد من الفرحة هي وأسعد، وعارفين إن أركان هو اللي هندس الليلة دي كلها من وراهم. نرجع بقى لدجلة المسكينة. وصلت الجمعية وودعت أركان ونزلت لقت قطة صغنونة قعدت تلعبها وتدلعها. وفي لحظة الغراب ظهر. فرمان وقف قدامها وكأنه طلع لها من الكابوس. طب خرج إزاي؟ الست إنجي كانت بعتة ناس يخلصوا عليه في السجن، بس الحظ خدمه ودخل الحارس في آخر لحظة. وعرف فرمان إن طاهر هو اللي خرجه بواسطة عشان ينتقم من أركان، وقال له: اخرج ولع في أركان، بس دجلة خط أحمر. بس طبعا فرمان ملوش أمان. أول ما شاف دجلة هجم عليها وشدها من إيدها جر عشان يرجعها القصر بالعافية، وهي كانت بتموت من الرعب. بس أهم حاجة عندها كانت المجلة اللي أركان جابها لها، خبتها في حضنها عشان الوحش ده ما يحرقهاش تاني. ونقفل الحلقة على أسعد وهو قاعد مع المستثمر ومنتشي وفاكر إن الدنيا بدأت تضحك له، وهو مش عارف إن فرمان رجع يقلب الطاولة على الكل. أسعد كان في قمة الانشكاح، خلاص المستثمر الأجنبي في جيبه والأزمة بتتحل. وفي نفس الوقت كانت الست فريدة في القصر بتسمع شروط إنجي اللي طلبت منها تسمم دماغ دجلة عشان تطلب الطلاق وتخلصنا من الجوازة دي. وفريدة وافقت وهي مضطرة. وفجأة الأرض اتزلزلت. فرمان دخل القصر وهو شادد دجلة في إيده ومعاهم قطر، وبكل بجاحة أعلن إنه رجع يغير حياتهم ويبسط سيطرته من تاني. جيفان أول ما شافهم قلبه قبضه، بس عينه جت في عين فريدة، وهنا حصلت الصدمة. جيفان بص لعين فريدة وحس إنه عارف النظرة دي، ولما لمح الجرح اللي في إيديها شريط ذكرياته رجع لسنين ورا. افتكر أخته داليا اللي فرمان كان عاوز يخلص عليها، وإزاي جيفان بجدعنته أنقذها من الموت وهربها بعيد، وقال لها: اغربي عن الوش ده وانجدي بجلدك. في اللحظة دي جيفان اتأكد إن الست فريدة الوقورة دي
هي أخته داريا. ما كانش مصدق إنها قدامه وعايشة، بس الوجع إنها ما كانتش قادرة تتعرف عليه، وبصت له بصة غريبة وسابته ومشيت. فرمان دخل الصالة بدجلة ورماها قدام العيلة زي الضحية، والكل كان بيبص بذهول. أركان وإنجي كانوا هيتجننوا. هو خرج من السجن إمتى؟ وإزاي؟ فرمان وقف ببرود وقال: رجعت أختي لبيت جوزها، ومن النهاردة مفيش خروج. أسعد كان بيترعش، خايف المستثمر يشوف البلطجة دي ويكنسل الشغل. وطاهر كان واقف بعيد، والضحكة الخبيثة على وشه منتشي بالخراب اللي بيحصل. أركان ودجلة عيونهم اتقابلت في نظرة كلها خوف وتوتر. البعبع رجع لحياتهم تاني، واللعب بقى على المكشوف. وفي الحلقات الجاية هنشوف فرمان وهو بيفرض سيطرته على القصر،